السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو هلو على أحلى متابعين في الدنيا كلها. يلا بينا نصلي على الرسول ونكتب أكتر ذكر بتحبوه في التعليقات عشان لما غيرك يردده ويتكتب في ميزان حسناتك. ولو لسه مشتركتش في القناة بدعوك تشترك وتفعل زر الجرس على إشارات الكل عشان يوصلك مني كل جديد في قصصي وحكاياتي. قصتنا النهاردة بقلم الكاتبة المبدعة هويدا زغلول، أتمنى إنها تعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف قصتنا بتحكي عن إيه. في البداية كده أحب أعرفكم على بطلتنا، اسمها هدى، منتقبة وملتزمة جدا الحمد لله، وبتدرس في كلية الآداب، وبتحب مامتها سميرة جدا وباباها فتحي. عندها أخت جميلة صغيرة، هي جميلة واسمها جميلة، وهم من عيلة ميسورة الحال. هدى مع مامتها: صباح الخير يا ماما، فين بقى الفطار؟ هو انا كل يوم هحضره لنفسي ولا ايه؟ لا بقى، انا هنده الراجل اللي انتي متجوزاه ده ويشوف لنا صرفة معاكي. انت يا بنتي يا بكاشه، مش انت قلتي محدش يصحيني بدري ومحدش يقول لي قومي افطري؟ انت غاويه كده تعملي مشاكل على الصبح ولا ايه؟ كل ده بقى عشان بابا بيحبك اكتر من اي حد في البيت؟ ماشي يا ستي، على العموم ثواني والفطار هيكون جاهز. خرج باباهم فتحي من جوه. ايه الدوشه اللي على الصبح دي يا سميره؟ ده اكيد مفيش غير هدى، هي الوحيده اللي بتبكش في البيت ده، بس اعمل ايه بقى، بحبك وبموت فيكي يا قلب بابا، عشان شبه امي حبيبتي الله يرحمها، نفس جمالها ونفس عيونها الخضراء، جميله يا هدى. يا سلام يا سلام يا سي بابا، يعني انت بتحبني عشان انا شبه تيتا الله يرحمها، مش بتحبني يعني عشان انا بنتك الكبيره؟ ماشي يا عم براحتك، اعمل ايه بقى، ماما حبيبتي كانت عماله تبص على تيتا كتير وهي حامل فيا، وجبتني زيها اموره كده، عيني خضرا وشعري اصفر، اجنبيه يا ناس. جميلة يا روح قلبي، وطبعا بنتي حبيبتي البكرية، هو أنا ليا غيرك انتي وجميلة أختك؟ ربنا يخليكوا ليا يا رب يا بناتي، واشوفكم أحسن ناس في الدنيا. عقبال ما اشوفك متخرجه من الكليه اللي انت ما بتحبهاش دي. في حد يدخل كليه اداب ويطلع مدرس وما يحبهاش؟ انا مستغرب والله يا هدى. يو بقى يا بابا، انت كده سديت نفسي عن الاكل خالص، انا كده مش هعرف افطر. انا اصلا داخله الكليه دي غصب عني، اعمل ايه بقى، مجموعي ما جابش غير كليه اداب عشان كده داخلاها، وانا مجبوره عليها، يعني ما تجيبش بقى سيره الكليه دي تاني ممكن؟ خلاص يا حبيبتي انت حره، ربنا يوفقك في حياتك. واتكلمت مامتها: الفطار جاهز اهو يا لمضة، هو حد يقدر يسد نفسك عن الفطار؟ هو انت بترحمي حاجة؟ طالعة واكلة ونازلة واكلة، تعالي يلا افطري وبطلي لماضة عشان تلحقي كليتك، خشي بقى صحي اختك عشان تصحى هي كمان وتلحق المدرسة بتاعتها. حاضر يا ماما. وبعد شوية دخلت هدى تصحي اختها، وقاموا لبسوا وجهزوا وفطروا هما الاتنين ونزلوا، هدى على جامعتها وجميلة على مدرستها. وفي الكلية نهى صاحبة هدى: صباح الخير يا هدى، عاملة ايه يا حبيبتي؟ بعرفك من عيونك على فكرة وانت لابسة النقاب، عيونك الخضر دول مميزين جدا. يا وادي اجنبي انت. انت كمان هتقولي لي يا وادي اجنبي؟ كان لسه بابا برضو فتحني في الموضوع على العيون الخضر ده والشعر الاصفر. المهم عرفتي هنعمل ايه في المادة اللي علينا النهاردة؟ انا بكره المادة دي قوي وربنا يستر وما اقعش فيها السنة دي. امال لو عرفتي الدكتور بتاعها الجديد مين؟ شاب متكبر ومتعجرف لسه جاي جديد، كل البنات في الكليه هتموت عليه، وبصراحه هو امور قوي، ظفر العابدين كده في نفسه يا بت، بس برضو ما انكرش ان انا بكره الماده ومش هحبها برضو. وانا برضو يا نهى مش عارفه اذاكرها خالص ولا عارفه احبها، وحاسه ان هي دي اللي هتخليني مبلطه في كليه الاداب. تعالي بقى نحضرها عشان شكلنا كده هنتاخر عليها، وهيبقى يوم ابيض مع الدكتور الجديد. هدى وهي قايمة عشان تروح بسرعة تحضر المحاضرة خبطت في الدكتور الجديد وهي ما تعرفهوش، واتكلم الدكتور مروان بعصبية: ايه ده يا بنتي، انت مش شايفة قصادك ولا ايه؟ خدي بالك بعد كده، ولا انت ما بتشوفيش يعني محتاجة نضارة؟ صدق بالله ان انت انسان قليل الذوق جدا. نضارة مين يا ابو نضارة انت؟ انا اللي محتاجاها؟ انت اللي اعمى ومش واخد بالك، وانت ماشي كده على طول عامل زي الطور الهايج، احترم نفسك وانت بتتكلم معايا. واتصدم مروان جدا من اسلوبها: انت انسانه مش محترمه، وانا هعرفك انا مين وانت مين، اصبري بس عليا. ولما انت كده ايه لازمه النقاب بقى اللي انت لابساه بدل لسانك طوله مترين كده اهو؟ لا بقى، ده انت انسان مش محترم. انا محترمه غصب عنك، واحترم نفسك. وعلى فكره بقى معلومه ليك ولغيرك، مش لساني بس اللي طوله مترين، لا وايدي كمان طولها 3 امتار، فيا ريت بقى تحترم نفسك وامشي من وشي. يلا يا نهى عشان نحضر المحاضره بتاعت الدكتور الزفت ده، لما نشوف هو شكله ايه. ربنا يعديها على خير، باين ادم ونحس اهو من اولها.
وسابوه هما الاتنين ومشيوا من قدامه. مروان بيفكر في نفسه، انت اكيد قصدك عليا، يعني انا الدكتور الزفت، ليلتك معايا السودا النهارده، يا اسمك ايه؟ دكتور مروان في اواخر الثلاثينات، شاب متميز بجماله، وسيم جدا ما شاء الله، وهو من عيله متيسره جدا، لكن هو جدي جدا، ما بيحبش حد يكسر كلمته ابدا، وملوش في صنف البنات ابدا ابدا. مش بقول لكم جد قوي؟ وفعلا هدى راحت اخدت نهى وراحوا على المحاضرة، قعدوا واستنوا الدكتور لما يجي عشان يحضروها. وفعلا بعد شوية دخل الدكتور الجديد، وللأسف كان هو مروان. هدى اتخضت وقالت لنهى، يا نهار ابيض ومهبب بستين نيله، ايه اللي انا عملته في نفسي ده يا ربي؟ الحقيني يا نهى، ده اللي انا هزقته النهارده طلع الدكتور الجديد. الحمد لله انا كده شلت الماده، يعني شلت الماده. وطي صوتك يا هدى، هو اكيد يعني مش هياخد باله منك، انت مش شايفه القاعه كلها فيها كام واحده منتقبه؟ اكيد يعني مش هيسيب كل دول ويركز معاكي انت، بس اعملي نفسك مش واخده بالك، وقصي لسانك ده شويه، خلينا نعدي من السنه دي على خير. اما مروان دخل وبدا يتكلم مع الطلبه بتوعه، السلام عليكم، أنا الدكتور الجديد بتاع المادة، أتمنى تكون سنة سعيدة عليكم كلكم، وأتمنى نبقى لطاف مع بعض ونفهم بعض، أنا سني قريب من سنكم، يا ريت نبقى أصحاب كويسين، وزي ما أنا هعمل اللي عليا أتمنى منكم أنتوا كمان تعملوا اللي عليكم. وقبل ما أبدأ الشرح في المادة هطلب طلب من الآنسة المنقبة أم عيون خضرة اللي هناك دي. ايوه انت يا انسه، يا اللي عامله نفسك مش واخده بالك، اطلعي بره انت والانسه اللي جنبك، ويا ريت ما تحضروش ليا اي محاضره تاني، اصل معلش بقى انا قليل الذوق وما يرضنيش تحضر لي واحده مغصوبه على الماده بتاعتي. اتفضلي اطلعي بره انت وهي. هدى اتحرجت جدا، يلا يا نهى قلتلك مش هينسى، دي عيونه مليانه غدر، يلا بينا عشان نخرج، كفايه كسفه لحد كده. وفعلا خرجت نهى وهدى من المدرج وهما مكسوفين قوي. اما بره المدرج، الله يسامحك يا هدى يا ملسان طويل انتي، يعني ينفع كده؟ مش كفايه ان احنا كارهين الماده اصلا ومش عارفين نذاكر، كمان هنسقط فيها ونشيلها بسبب لسانك الطويل؟ ما خلاص بقى يا نهى، يعني اعمل ايه يعني؟ بطلي تقطيم فيا، هو انا يعني فرحانه من اللي حصل من شويه ده؟ ما هو كسفني قدام الدفعه كلها، هي اصلا سنه باينه من اولها، وهو زي ما قال احنا لو ما حضرناش ولا مره كده احنا هنسقط. اعمل ايه بس يا ربي؟ ما هو اللي غلط فيا، يعني كنت عايزه اسكت واسمي عليه ولا ايه؟ لا يا اختي لا سمح الله، تسكتي وتسمي عليه ده ايه؟ لا اديلي على دماغه عشان يسقطنا وما نعديش منها ابدا. بقولك ايه يا نهى يا حبيبتي، انا عندي فكره عشان ما شايلكيش ذنبي، لما يطلع ابو العريف الدكتور اللي جوه ده اللي اسمه مروان، اتاسفي له انتي وقولي له ان انتي مالكيش ذنب واحضري له عشان تنجحي، اما انا بقى مالكيش دعوه بيا، وزي ما تيجي تيجي. تمام كده يا صاحبتي؟ ما انا اكيد يا هدى الصراحه لازم اعمل كده، بس ما كنتش عايزاكي تزعلي مني يا حبيبتي، اول ما يطلع هتاسف له، وحاولي انتي كمان تيجي على نفسك وتتاسفي له عشان نعدي من الماده دي. يا اختي اذا كان لك عند مش عارف ايه قوله يا سيدي، ماشي؟ لا بقولك ايه يا نهى يا حبيبتي، اطلعي بقى من دماغي، ده بعينه لو اتاسفت له ولا كلمته حتى، وايه يعني لما اشيل الماده عادي، ما اشيلها ولا كرامتي هي اللي تتشال ابدا يا حبيبتي. بقولك ايه، استاذ هيرو اهو طلصق العيال كلها وخلص المحاضره بسرعه، يلا اجري عليه اعملي اللي قلتلك عليه وملكيش دعوه بيا، يلا سلام. وفعلا راحت نهى جارية عند الدكتور مروان عشان تعتذر له، عشان يرضى يخليها تحضر محاضراته من تاني وما يشيلهاش المادة. دكتور مروان انا اسفة على اللي حصل، بس والله انا فعلا ماليش ذنب، حضرتك طردتني مع هدى، وهدى هي اللي ضايقت حضرتك مش انا، فلو سمحت يعني لو حضرتك تقبل اعتذاري عشان اقدر احضر المحاضرات تاني بتاعت حضرتك. والله يا انسه نهى، الطيور على اشكالها تقع، واللي يخليكي ماشيه مع واحده لسانها طويل وقليله الذوق زي دي يبقى انت كمان زيها بالظبط، واعتذارك مرفوض. ولو فعلا عايزه ترجعي محاضراتي تاني، صاحبتك المنقبه هي اللي تيجي تعتذر مش انتي، مش عايز لا اشوفك ولا اشوفها في المحاضره بتاعتي تاني، مفهوم؟ وسابها مروان ومشي. وبعد ما مشي نهى كانت متضايقه منه، اما انت دكتور متكبر ومتعجرف فعلا زي ما البنات بتقول عليك، ايه التناكه اللي انت فيها دي؟ طب وبعدين يا ربي اعمل ايه انا دلوقتي؟ هدى استحاله تعتذر له، وهو مش عاوز يدخلني غير لما هدى تعتذر، انا كده رحت في ابو بلاش. وبعد شويه نهى راحت لهدى وحكت لها على كل اللي حصل، وطلبت منها انها تعتذر له عشان يعرفوا يدخلوا يحضروا المحاضرات من تاني عشان يقدروا ينجحوا في الماده دي. مين ده يا حبيبتي؟ ده بيحلم، والله ما اروح اعتذر ولا يسمع مني كلمه واحده حتى. انا قلتلك ده متعنطز مش عارفه على ايه، مغرور كده ومتكبر وتنك، مش عارفه على خيبه ايه الصراحه. يبقى يقابلني بقى، قال اعتذر له، قال مين دي اللي تعتذر؟ انت هبله يا بنت ولا ايه؟ لو هشيلني الماده ما يشيلها لي عادي، يعني ما عنديش مانع. حرام عليكي يا هدى، والله انت عناديه وهو متكبر ومتحجرف، انا بقى اروح فين من بينكم انتوا الاتنين يا ناس؟ انا كده هشيل الماده ظلم والله.
بقولك ايه يا نهى، انا قلتلك روحي واعتذري له، هو كده اللي منشف دماغه. انا ماليش دعوه، ما تشيلنيش ذنبك، هو اصلا قفل لي اليوم كله، انا هروح بقى، سلام. وفعلا هدى روحت على البيت وهي هلكانه وزعلانه جدا من الكسفه اللي مروان كسفها لها قدام المدرج كله، وكمان انها ممكن تكون شالت ذنب صاحبتها اللي هتشيل الماده. وفي البيت عند هدى مامتها بتسالها ايه مالك، ما انتي كنتي نازله الصبح ورده مفتحه، رجعتي بطه مكسحه ليه؟ قلبه وشك ليه يا هدى؟ مين اللي زعلك يا قلبي؟ مفيش يا ماما، هو دكتور كده غتت، جه للمادة اللي انا ما بحبهاش ولا بعرف اذاكرها ولا بعرف اعدي فيها، ومستقصدني بقى انا بالذات. لا بصلي في عيني كده بقى يا بنت فتحي، وهو هيستقصدك انتي بالذات ليه يا حبيبتي؟ ده حتى وشك مش باين. قولي لي الحقيقة يا هدى، عيونك الجميلة دي بتقول ان انتي بتكذبي، عملتي ايه للدكتور يا هدى عشان يعمل كده؟ بصراحة بقى يا ماما انا خبطته غصبا عني وانا معدية، قال لي يا عمية، قلت له انت اللعمة، زعق معايا وفرجت عليه الكلية، وبصراحة بقى اول ما دخل المحاضرة طلعني بره على طول انا والغلبانة نهى صاحبتي، وقال لي محدش فيكم يحضر لي تاني ابدا. هو انت يا بنتي دايما لسانك متبري منك ولسانك طويل كده؟ ما قلتلك قص لسانك ده شوية، خليكي تطلعي من الكلية اللي انت كرهاها دي اصلا على خير. ايه يعني لما يقولك يا عمي سيبك منه وامشي؟ بقولك ايه يا ماما الله يخليكي، انا ما بعرفش امشي اموري زي نهى، ولو هو فعلا مستني مني ان انا اعتذر له عشان ينجحني يبقى ان شاء الله عني ما نجحت بقى. ها الله يهديكي يا هدى يا بنتي، فعلا الحلو ما بيكملش، حلوة وجميلة وشقرة وعينيكي خضرة، لكن لسانك طوله مترين. وسابتها سميرة وخرجت بره الأوضة. أما هدى فضلت قافلة على نفسها طول اليوم وملهاش نفس تعمل أي حاجة، مكسوفة ومحرجة جدا من اللي مروان عمله قدام المحاضرة كلها. وفي بيت مروان دخل مروان بيكلم نجوى مامته، ايه يا ست الكل الروايح الجميلة قوي دي، انا جاي واقع من الجوع، هقوم اخد شاور لحد ما تحضري الاكل من ايديكي الحلوين دول. من عيوني يا روح ماما، هقوم احضر لك الاكل، عقبال ما عروستك الجديده هي اللي تحضره لك بايديها. هفرح بيك امتى بقى يا مروان يا حبيبي؟ انا مش ناقصني اي حاجه غير اني اشوفك مبسوط، وانت دلوقتي دكتور في الجامعه، معاك وظيفه محترمه ومعاك بيتك، والف من تتمناك يا قلبي، ليه مصمم توقف حياتك ومش عاوز تتجوز يا حبيبي؟ بصراحه كده يا مروان انت جد قوي زي ابوك، وربنا يقويها بقى اللي هتاخدك. هو انت يا ست الكل كل ما تشوفيني تقولي لي الام الاسطوانه دي؟ ما تريحي نفسك مني بقى. اهم حاجه ركزي مع ابنك الفاشل اللي في ثانويه عامه، فين ده؟ كل ما اكلمه اطمن عليه يقول لي انا في الدرس، وانا مش مطمن، حاسس ان ابنك مش في الدرس يا نوجه، لازم الواد ده يتشد عليه شويه. يلا قومي دلوقتي حضري لي الغدا عبال ما اغير هدومي. مروان وهو قاعد مش عارف ينسى جمال عيون هدى، بس لسه برضو قلبه زي الحجر ومتضايق منها، مش عاوز يلين لانه فعلا طالع زي باباه، ملوش في صنف الحريم نهائي. شادي اخوه دخل اوضه مروان، ياه اخويا الكبير مره واحده، اخيرا اتقابلنا في بيتنا ده يا دكتور، يا اما انت في الكليه يا اما انا في الدرس، مش عارفين نتقابل يا اخي. وحشتني قوي يا ابني، فينك انت يا ابني يا بكاش؟ انت بطل هزار، انا بتكلم جد شويه، انا مش هتنازل عن 98% في الثانويه العامه، كل الهزار اللي انت بتعمله والشويتين دول ما ينفعوش يا شادي. لا والله اخويا الكبير محتاج 98 جنيه، عيني اجيبهم لك حالا يا حبيبي. وادي يا شادي بقول لك 98% في الثانويه العامه، اما نشوف بقى انت هتجيب كام، ليلتك بيضه معايا السنه دي لو قليت. خلاص يا عم ما تزقش كده بالراحه علينا، ولا انت يعني عشان موعد في الكليه؟ والله يا حبيبي انا بقول عليك وعلى مصلحتك وخايف عليك وعايز مستقبلك يبقى حلو. يلا شد حيلك ويلا بينا نتغدى، ماما عامله اكل ريحته تحفه. وراحوا عشان يتغدوا. اما في بيت هدى، جميله اخت هدى دخلت عندها الاوضه، ايه ده القمر زعلان ليه؟ في حد يبقى عيونه خضرة وامور كده ويزعل برضه؟ مالك يا هدهد؟ من ساعه ما جيتي من الكليه وانتي قافله على نفسك الباب يا حبيبتي، حتى بابا متضايق قوي من كده. مفيش يا جميلة، حبة مشاكل بس في الكلية، انت عارفة الدكاترة رخمين. يلا يلا سيبك مني انا دلوقتي، انا عاوزة اطمن عليكي يا جميلة، زميلك في الدرس اللي انت عارفاه وحكيتيلي عنه، زي ما نصحتك يا جميلة اوعي تخليها تعدى حدوده معاكي، احنا بنحب الهزار وكل حاجة، لكن حدود ربنا ما ينفعش نعديها، هزارنا يبقى مع البنات وبس، اما الولاد كل واحد كده بس، لو كلمك ردي عليه على القد، ويستحسن تبقي مع البنات بس. ما تخافيش عليا يا هدى يا حبيبتي، انا صحابي كلهم بنات، حتى الولاد بتكلم معاهم باحترام، وشادي اللي حكيت لك عنه ده انسان محترم جدا، وعلى قد ما هو من سني وانتي ممكن تكوني شايفاه صغير، لكن صدقيني هو مستني يخلص ويدخل الجامعة ويجي يتقدم لبابا على طول. ماشي يا ستي، بس اهم حاجه انا اطمنت عليكي، ويا ريت تجيبي بقى مجموع حلو وتذاكري وما تبقيش فاشله زيي وتخشي كليه الاداب، خليكي اشطر مني كده وادخلي كليه اثار.
والله انت غلبانة قوي يا هدى، اداب ايه واثار ايه؟ ده لو معهد خدمة اجتماعية يبقى ده كرم من عند ربنا وحلو قوي قوي، وابوس ايدي يا ستي عليه وش وظهر. وطي صوتك بقى عشان لو سميرة سمعتك هتيجي تقتلك وتقتلني معاكي. وقعدوا يضحكوا ويهزروا مع بعض. وتاني يوم هدى صحيت من نومها، لبست وجهزت، بس ما فطرتش زي كل يوم، ودي حاجة غريبة عليها خالص لأنها بتحب تفطر، بس بسبب مروان واللي عمله من ساعتها وهي زعلانة ومتضايقة. ولما مامتها شافتها: ايه يا هدى يا حبيبتي، انتي لبستي بدري كده ليه؟ انا حضرتلك الفطار، تعالي يلا افطري قبل ما تنزلي. إيه لا لا يا ماما، انا مستعجلة قوي ويا دوبك هحضر كل محاضراتي واجي بدري ان شاء الله. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. اما في الكلية، نهى اول ما شافت هدى: اهلا بفشله، اللي هتسقط وهتسقطني معاها، اللي منشفه دماغها دي. ما تبسي يا نهى بقى، انت على الصبح انت بتندبي حظك ولا ايه؟ اهدي شويه، اللي ربنا عايزه هيكون. هدى ونهى كانوا واقفين مع بعض ولقوا دكتور مروان معدي قدامهم بكل كبرياء. جنى صاحبة نهى وهدى: يا بنات، انتوا عرفتوا ان النهارده في امتحان لدكتور مروان، وان ده عليه درجات كتيرة قوي هتنفعنا في النتيجة بتاعتنا، وهو قال اللي مش هيحضر هيسقط. ها يا هدى، لمي الدور بقى واعتذري للدكتور وخلاص، حرام عليكي تقعي في المادة دي بسبب نشفان دماغك. ونهى اتكلمت: عشان خاطري يا هدى، علشان خاطري انا هروح معاكي، وانا وانتي نروح نعتذر له وندخل الامتحان وبس، خلاص كده وملناش دعوة بيه تاني. حاضر يا نهى، انا بس هوافق عشان خاطرك انتي، عشان ما تشيليليش ذنبك واكون انا السبب انك تسقطي في المادة دي. وفعلا هدى ونهى راحوا عند دكتور مروان بره باب المحاضرة عشان يعتذروا له ويدخلوا يحضروا الامتحان. وهدى بدأت تتكلم على استحياء: لو سمحت يا دكتور مروان، ممكن احضر انا ونهى المحاضرة، وانا بعتذر لحضرتك، واللي حصل ده مش هيتكرر تاني ابدا، ممكن بقى ندخل نحضر الامتحان. انا اسف جدا يا انسة، اعتذارك مرفوض، انا اللي لازم يحضروا عندي يكونوا محترمين ومتربيين، لكن اللي زيك مستخبية ورا النقاب وهي اصلا مش مؤدبة، ما يشرفنيش انها تحضر المادة بتاعتي، اتفضلي اطلعي بره. هدى ما عرفتش تتكلم ودموعها كلها اتجمعت جوه عيونها وخرجت بره المحاضرة على طول. وبره هي ونهى لوحدهم، نهى قالت لها: انا اسفه جدا يا هدى، انا معرفش ان هو بجد انسان قليل الذوق قوي كده، حقك عليا، انا اللي حطيتك في الموقف ده. ابعدي عني يا نهى، انا يتقال لي انت مستخبيه ورا النقاب، انا يتقال لي ان انا قللت الادب، انا اللي استاهل ان عملت كده في نفسي. قلت لك ده انسان عيونه كلها غدر ومتعنطز ومغرور، ما كانش ينفعني اروح له واعتذر له، انا كنت عارفه ان كل ده هيحصل اصلا. خلاص يا هدى، اعملي اللي انت عايزاه، لان هو فعلا طلع انسان قليل الذوق، والتاني مره يا حبيبتي حقك عليا والله يا هدى. وفعلا هدى سابت الجامعه كلها وروحت البيت لانه احرجها للمره التانيه. وفي البيت عند هدى فتحي باباها: ايه يا هدى، ايه اللي جابك بدري النهارده قوي كده، ومالك شكلك معيطه كده ليه يا حبيبتي، في ايه؟ لا يا بابا، مفيش حاجه، الحكايه بس كلها ان في تراب دخل في عيني وتعبانه شويه، انا هدخل ارتاح ولما اصحى هبقى كويسه، بعد اذن حضرتك. وفي اوضه هدى جميله اختها دخلت وراها: بقولك ايه بقى يا هدهد، انت تضحكي على ابوكي تضحكي على امك ماشي، لكن على جميله اختك لا، انا عايزه اعرف ايه اللي بيحصل في الكليه دي، انت بقالك كام يوم كده مش مظبوطه وبتنامي معيطه، في ايه يا هدى؟ احكي لي يمكن افيدك. هدى حكت لجميله اختها على كل اللي حصل من ساعه ما شافت الدكتور مروان. بقولك ايه يا هدى، الدكتور ده كبري منه دماغك على الاخر، عشان الاشكال اللي زي دي انا عارفاها كويس، بيحبوا يفرضوا شخصيتهم وخلاص، لكن هو من جواه اهبل خلق الله. بصي بقى يا ستي، انا النهارده استأذنت من ماما وبابا ورايحه انا وزمايلنا عيد ميلاد شادي النهارده، زميلنا اللي انت عارفاه عامله في الفيلا عندهم، قومي يلا البسي وتعالي معانا وغيري جو وسيبك بقى، بلا دكتور بلا زفت بلا كليه بلا نيله، قومي يلا البسي وتعالي معايا. وفعلا هدى وجميلة قاموا ولبسوا لبس شيك جدا، حضروا نفسهم عشان يروحوا عيد ميلاد شادي اللي هو في الأساس أخو دكتور مروان، ولكن ولا جميلة ولا هدى طبعا كانوا يعرفوا كده، وهيعرفوا في عيد الميلاد. وفي الفيلا عند دكتور مروان اتفاجئ لما نزل ولقى البيت كله زينة وبالونات، واتكلم مع شادي: ايه يا ابني الزينة والبلالين دي كلها، هو النهارده عيد ميلاد ابن اختي وانا معرفش ولا ايه؟ انت يا ابني كبير وبقيت شحط اهو، انت مش مقتنع انك كبرت يعني وبقيت راجل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا مروان يا اخويا، فكك بقى من دور المعيد ودكتور مروان وكده، النهارده البنوته اللي انا مرتبط بيها هتيجي تحضر عيد الميلاد، واتصلت بيا قالت لي ان هي هتجيب اختها معاها، واختها دي كبيره وفي الكليه، ويا ريت بقى تفكك مني شويه علشان صحابي ما يتفشوش من شكلك ده بقى كده. طب تعالي يا امي يا ست الكل، شوفي المفعوص بتاعك جايب لك بنات البيت في عيد ميلاده، ابنك مش هيكبر ابدا يا امي.
طيب وفيها ايه بقى يا مروان؟ ما هو استأذني وانا وافقت، على الاقل اجدع منك وهيعرفني على البنوته اللي هو بيحبها ونفسه يتجوزها، مش زيك قافل قلبك ومش عاوز تفتحه ابدا لاي بنت. يا ابني سنك بيكبر ونفسي اشوف لك عروسه قبل ما اموت. يا امي احنا بنتكلم في ايه وانتي بتتكلمي في ايه؟ برضو الاسطوانه بتاعت كل يوم دي. اقول لك على حاجه، انفخي البلالين مع شادي يلا احسن، انا طالع فوق ومش هنزل غير لما عيد الميلاد ده يخلص، سلام. وفعلا اخر اليوم بدأ عيد الميلاد وجميله وهدى راحوا هناك، وبره باب الفيلا جميله بتقول لاختها بقول لك ايه بقى يا هدى، فكي بقى كده وخليكي لذيذه عشان كل اصحابي موجودين، مش عايزه حد فيهم يقول عليكي ان انتي متعقده عشان خاطري. إيه يا اختي اقعدي لك بقى في جنب اصحابك ايه وبتاع ايه، انا لولا ان الدكتور طفشان ده ضايقني ما كنتش جيت معاكم من الاصل. بقى كده يعني انتي سايباني في دكه الاحتياطي؟ ماشي يا ست هدى هانم مش اشكال، اهم حاجه تكوني مبسوطه. يلا بقى بينا عشان شادي جوه اهو، ندخل نسلم عليه. واول ما دخلوا سلموا عليه. جميله ايه النور ده، اتاخرتي كده ليه؟ كل اصحابنا موجودين هنا من بدري، بس قلت مش هطفي الشمع غير لما جميله الجميلات تيجي. وهنا اتكلمت هدى. ازيك يا شادي، كل سنه وانت طيب، انا هدى اخت جميله الكبيره، عقبال مليون سنه، دي هديه بسيطه ويا رب تعجبك. ها إيه ليه بس تعبتي نفسك يا انسه هدى، نورتيني والله، اتفضلوا اتفضلوا. مامة شادي قربت عليه. بقول لك يا شادي تعالى هنا، ما اقول لك يا حبيبي قبل ما تطفي الشمع، هي مين البنوته المنتقبه ام عيون خضرا الجميله دي؟ معقول انت تعرف حد ملتزم قوي كده؟ وطي صوتك يا سد الكل، دي هدى اخت جميله صاحبتي، دي اختها الكبيره وجايه عشان تحضر معاها عيد الميلاد. انا هطلع لمروان ابنك عشان ينزل يطفي معايا الشمع، انا مش عايز كسفه قدام صحابي يا امي، ولو منزلش معايا انا هزعل بجد. وفوق في اوضه مروان. يا شادي انا قلت لك ماليش في جو الفكسان ده، انزل انت واتبسط مع اصحابك وفكك مني يا ابني، والله هزعل منك لو منزلتش معايا وطفيت الشمع. هو انا عندي كام اخ يعني؟ هو واحد وبس، مستكتر عليا تكون معايا في عيد ميلادي ولا ايه يا مروان؟ حاضر يا شادي انزل وانا جاي وراك. وبعد ما نزل بدأ مروان يلبس بدلته ويجهز عشان ينزل لتحت. وتحت في عيد الميلاد اتلم شادي وصحابه عشان يطفوا التورته ويعملوا له العيد ميلاد ويطفوا النور كله. وبعد ما طفوا الشمع واحتفلوا بيه شغلوا النور. وهنا بقى كان مروان نزل ووقف جنب شادي عشان يعمل له مفاجأة، لكن المفاجأة كانت لمروان لما شاف هدى لأنه عارفها من جمال عيونها، واتصدموا هما الاتنين. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مش انت انسان برضو متكبر ومتعجرف ومعقد؟ اللي يخليك تحضر اعياد ميلاد وحاجات فرفشه زي كده؟ اظن السؤال ده اللي انا اساله لسيادتك، انت ايه اللي جابك هنا بيتي؟ انا بحضر عيد ميلاد اخويا، انت بقى ايه اللي جابك هنا؟ هدى اتكسفت جدا. انا لو كنت اعرف ان حضرتك صاحب البيت ده انا ما كنتش دخلته ابدا، وده ما يشرفنيش ان اخش بيت واحد زيك. هدى اول واخر مره هقولك لسانك ما يطولش عليا ولا صوتك يعلى، واذا كنتي لسه زعلانه على اللي حصل في الكليه النهارده فانا شايف ان ده عقابك وانتي تستحقيه. وانا لسه عند كلمتي يا مروان، انت انسان قليل ادب وقليل الذوق، وانا دلوقتي هاخد اختي ونمشي من هنا خالص. وفعلا مشيت هدى وهي زعلانه جدا واخدت جميله معاها. وهما في الطريق بره الفيلا، مروان ده عامل زي عفريت العلبه، منين ما اروح في حته الاقيه قدامي. حقك عليا يا هدى، والله ما اعرف ان هو اخو شادي، يا دي الحظ النحس يا ناس. وبعد شويه هدى وجميله وصلوا البيت ودخلوا قفلوا عليهم الباب عشان فتحي وسميره ما ياخدوش بالهم ان هدى معيطه. اما في بيت مروان خلص العيد ميلاد وكل اصحاب شادي مشوا. اما مامة مروان، تعالى يا مروان انا عايزاك. نعم يا امي خير، عاوزاني في ايه؟ ممكن بقى تفهمني اللي حصل النهارده ده ايه، وازاي تمشي البنوته من عندنا زعلانه بالطريقه دي، وليه صوتك يعلى عليها كده؟ من امتى وانت قليل الذوق وقليل الادب كده يا مروان؟ مش كفايه قلبك حجر زي ابوك كمان قليل الذوق مع ضيوفك؟ مروان حكى لمامته على كل اللي حصل ما بينه وما بينها من اول يوم شافوه ده فيه. ده حوار يخصني يا امي، وهي قلت ادبها عليا وانا حسبتها على الكلام ده في الكليه، ولما جت هنا تاني برضو قلت ادبها عليا، وكان لازم ارد على البنوته دي. بصراحه كده انسانه مستفزه جدا، وكل ما اشوفها ببقى مش طايق نفسي. ما تكملش يا مروان، اكمل لك انا. البنت دي الوحيده اللي قدرت تحرك قلبك، البنت دي الوحيده اللي قدرت تقولك لا في وشك، البنت دي الوحيده اللي عرفت تكسر غرور مروان، عشان كده انت متضايق منها وكل ما تشوفها تهينها بالطريقه دي. القرار ليك يا مروان، انت مش صغير عشان اقولك تعمل ايه وما تعملش ايه. تصبح على خير يا ابني. وسابته وخرجت. اما مروان قعد على سريره وقعد يفكر في هدى كتير قوي قبل ما ينام، مع انه ما شافش وشها ولا مره، بس فعلا قلبه بيدق ليها جدا، وعارف انها هي الوحيده اللي قدرت تقف قصاده. ليه لما بيشوفها بيرتبك؟ ليه لما بيشوفها بيحاول يزعق ويتعصب عشان يداري كل المشاعر اللي جواه؟
أخيرا اعترف بكده بينه وبين نفسه وقرر إن هو يعتذر لها ويواجه نفسه بمشاعره. تاني يوم في الكلية هدى واقفة مع نهى وبيتكلموا كالعادة على المادة اللي هيشيلوها بسبب دكتور مروان. أما هدى حكت لنهى على كل اللي حصل في العيد ميلاد امبارح. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا هدى؟ ده كلام ولا في الأحلام؟ معقولة دكتور مروان يطلع أخو اللي بيحب أختك جميلة؟ أنا مش مصدقة يا بنتي بصراحة. بقولك ايه بقى يا نهى، بلا دكتور مروان بلا دكتور زفت، وافتكر لنا سيرة عادلة بدل ما نبص جنبنا نلاقيه متنيل معدي من جنبنا. الواحد خلاص بقى حاسس ان هو عامل زي عفريت العلبة بالظبط، كل ما اروح في حتة الاقيه قدام مني. ده ايه القرف ده؟ مالك يا نهى عمالة تبرقي بعينيكي كده ليه يا بنتي؟ انتي اتلبستي ولا ايه مالك؟ اصل دكتور مروان واقف وراكي من بدري يا هدى، الله يرحمك يا هدى بقى. وفي اللحظة ديت اتدورت هدى وبصت وراها لقيت مروان فعلا. قصدك تقولي لها ان انا واقف من ساعة ما قلت لها شوفي لنا سيرة عادلة بدل ما نبص جنبنا نلاقيه متنيل يعدي من جنبنا؟ وانا فعلا يا استاذة هدى كنت متنيل معدي من جنبكم. ماشي يا دكتور، حضرتك عاوز ايه مني بقى دلوقتي؟ دخول محاضرتك وحرمتنا منها، المادة بتاعتك وهتسقطنا فيها، خير بقى في حاجة تانية عايز تعملها فينا؟ وبدأت دموعها تنزل لا إرادي وزعل مروان على اللي عمله فيها. قرب منها. انا اسف يا هدى خلاص ما تعيطيش، ويا ريت تشرفيني وتنوريني وتحضري المحاضرة بتاعتي انتي ونهى صاحبتك. وده اسمه ايه ده بقى؟ افهم من كده ان ده فخ جديد عشان تطردنا تاني من المحاضرة بتاعتك قدام كل الناس اللي جوه دي؟ بصي بقى يا هدى، انا مش متعود ان انا اقف واعتذر لحد، بس انا حسيت ان انا زودتها معاكي شويه، وبالذات لما كنتي في بيتنا امبارح، فانا اعتذرتلك اهو. والله قبلتي تمام، ما قبلتيش برضو براحتك. وانا بقولك يا ريت تحضري المحاضره بتاعتي وتشوفي ايه اللي ناقصك وتعمليه، عشان هزعل قوي لو انتي فعلا شلتي الماده بتاعتي. بعد اذنك سلام. وبعد ما مشي نهى قربت منها. ها يا بومة، ده جه لحد عندك واعتذرلك. بصي كده بقى حواليكي هتلاقي الكلية كلها عمالة تبص عليكي، متهيألي كرامتك لحد كده وصلتك تالت ومتلت. ممكن بقى الله يخليكي نحضر المحاضرة عشان ننجح؟ بصراحة أنا مش مصدقة اللي هو عمله ده يا نهى خالص. على العموم يلا أنا همشي بمبدأ مصلحتي أولا، تعالي نحضر المحاضرة ونلم كل اللي وقع مننا. وفعلا نهى وهدى حضروا المحاضرة، والكلية كلها عرفت إن مروان اعتذر لهدى وكرامتها رجعت لها. أما بعد المحاضرة مروان قرب من هدى لما لقاها واقفة بره لوحدها. ممكن يا أنسة هدى أتكلم معاكي كلمتين على انفراد؟ تمام يا دكتور اتفضل مفيش مشكلة. هدى ومروان راحوا على الكافيتيريا عشان يقعدوا يتكلموا. بصي بقى يا هدى، انا مش متعودة اقول لحد كلام حلو وهتلاقيني جد قوي في حياتي، بس خلاصة الكلام انا معجب بيكي وعارف ان انا قسيت عليكي قوي في الفترة اللي فاتت، وبصراحة انا كنت واخد فكرة عن البنات انها مش كويسة، ولما كذا مرة ابص في عينك احس ان انتي لا انتي غيرهم. ممكن بقى تديني فرصة اتعرف عليكي، ونفسي كمان اعرف شكل صاحبة العيون الخضرة دي عامل ازاي. اولا بشكرك على كلامك، ثانيا انا منتقبة ما اقدرش اوريك شكلي ابدا، شكلي دوت للي هيبقى جوزي وبس، والناس اللي عندي في البيت بابا وماما واخواتي، انما غير كده انا بعتذر لحضرتك، لو كنت عارفة ان طلبك كده انا ما كنتش جيت. انا بعتذر لتاني مرة، انا اقصد يعني ان انا نفسي اتعرف عليكي، هاتي رقمك الجميل ده وخدي رقمي، ومع الوقت نتعرف على بعض والقرار ليكي. ها قلتي ايه يا هدى؟ بس انا لازم اعرف بابا وماما على الكلام ده، مش هعرف اعمل حاجة من غير ما يعرفوا، وانت كده بتخليني اتمسك بيكي اكتر واكتر. وفعلا مع مرور الوقت مروان وهدى اتكلموا مع بعض في التليفون كتير، وبدأ يشرح لها المادة بشكل جميل جدا، ومن ساعتها مروان عارف يعني ايه حب، واخيرا قلبه دق للبنوتة صاحبة العيون الخضر والملتزمة جدا ومتمسكة بدينها، وطلب منها ان هو يجي يقابل باباها علشان يتقدم لها. وفي بيت هدى ويوم الخطوبة نهى اختها دخلت عليها. اخيرا يا بوما هاجي شقتكم عشان خاطر خطوبتك؟ والله ما مصدقة نفسي. وعلى مين؟ على المتكبر المتعجرف؟ سبحان الله، بقى انتم الاتنين تقعدوا مع بعض؟ والله ما مصدقة. بقولك ايه يا بنت انتي، ما تقوليش عليه متكبر ومتعجرف، ده حبيبي يعمل اللي هو عايزه. ها سمعيني تاني كده. سبحان الله، هدى بتقول على دكتور مروان حبيبي، حكمتك يا رب. بس سيبك بقى، انتي احلى حاجة في الموضوع ان انا هنجح من غير اي مذاكرة بالواسطة كده يا معلم، ونسيبنا الحكومة وبقينا قرايب. قعدوا يضحكوا مع بعض كتير قوي، وبعدها دخلت مامتهم سميرة. عقبالك يا نهى يا حبيبتي، يلا بقى يا هدى قومي البسي عشان خاطر مروان جاي هو واهله. وسابتهم وخرجت. اما جميلة بدأت تزغرط وتقول بتريقة، والله كنت عارفة يا هدى ان هو بيحبك من اول يوم جيتي حكيتي فيه. ايوه يا عم، انا اختي اللي وقعت الدكتور في حبها. بنت خلاص بقى، ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما كانتش خناقة دي اول السنة يعني.
اللي شفنا احنا الاتنين ما كانش يتوقع ان دي النهاية ابدا. الحمد لله نهاية سعيدة اهي. وبعد شوية هدى خرجت بنقابها الجميل وفستانها القمر وعيونها الخضر عشان تقعد جنب باباها. هدى مستحرمة تقعد جنب مروان، وتمت الخطوبة على خير. وبعد الخطوبة مروان بيقول لها: مبروك يا أحلى هدى في الدنيا، أنا النهاردة شايف العيون الخضر الجميلة دي، امتى بقى نشوف الوش السمح؟ مروان: احنا متفقين مش هنرفع النقابة غير لما نكتب الكتاب، وما تخافش يا سيدي مش هتتدبس، عشان أنا من يومي وأهلي مسميني أجنبية، شعر أصفر وعيون خضرا. يا سلام يا سلام، كمان شعر أصفر؟ أيوة بقى، أنا كده أمي دعيالي فعلا، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وبعد ما خلصوا السنة كتبوا الكتاب، ومروان شافها وكانت جميلة جدا وحبها وتمسك بيها أكتر من الأول، وعملوا فرح وعاشوا في سعادة وهنا. ولحد هنا انتهت قصتنا، استنوني في قصة جديدة، سلام.